بتظهر متجرك او بالاي كوميرس ستور بتاعك في جوجل وفي الاي اي سيرش. يعني من الاخر اي كوميرس اس يو اند جي او. لما حد بيسال ازاي اظهر في الاس يو او في جوجل بالمتجر، في الغالب بتكون الاجابه عباره عن اكتب محتوى كتير، انشر برودكتس، او اعمل شويه باكلينكس. لكن الحقيقه ممكن تكون مختلفه شويه او فيها تفاصيل اكتر. الموضوع بالامانه اعمق من كده بكتير. النهارده هنتكلم عن الصوره الكامله والورك فلو الكامل اللي ممكن تمشي عليه. هنفكك الاي كوميرس اس يو بشكل كامل، والظاهر لينا من الجي او الاي او الاي اي سيرش رانكينج يعني. ونعرف ازاي نبني اورجانيك جراس استراتيجي كامله تخلي الموقع بتاعك يظهر في محركات البحث وفي الاي اي سيستمز. اول حاجه لازم نفهم الواقع الحالي للاورجانيك سيرش اللي بيضم جوجل والاي اي سيرش. فالاي اي سيرش مش جاي يلغي جوجل، وانما جاي يضيف لاير جديده للبحث. فعلى الرغم من ان شات جي بي تي بيعالج اكتر من 2 مليار عمليه بحث في اليوم، الا ان جوجل بيحصل عليه اكتر من 16 مليار عمليه بحث في اليوم، وده اكتر بكذا ضعف. وفي دراسه حللت اكتر من 43 الف منتج او برودكت في اي كوميرس ستور ظهروا في الشات جي بي تي. كانت النتيجه واضحه، وهي ان حوالي 83% من المنتجات دي كانت بترانك اصلا في جوجل بشكل كبير. ده يعني ايه؟ يعني ان مفيش عالم موازي اسمه الاي اي سيرش، ولا عالم منفصل اسمه جوجل، وانما هما الاثنين بيكملوا بعض وبيعتمدوا على بعض كانفراستراكشر كامله. فحاول تركز على الاثنين مع بعض، مش بس الاس او ولا بس الجي او. حاول تدمج بين الاثنين وتشوف الاحتياجات هنا والاحتياجات هنا وتلبيها. وعليه ممكن اقترح الفريم ورك التالي. اول حاجه، عمل استراكشر الموقع مبني على طلب حقيقي مش بالمزاج. اكبر غلطه بنشوفها في المتاجر الالكترونيه او في الاي كوميرس ستورز ان هم يبداوا بالمحتوى قبل ما يفكروا. يعني يقول والله انا عندي مثلا 10 منتجات دول، عايز اعمل لهم ويب سايت. وده للامانه غلط. او يروح مثلا يكتب مقالات وخلاص. ده مش افضل طريقه للبنتريشن. افضل طريقه للبنتريشن ان انت تعمل كيورد ريسيرش صح، ان انت تعمل اونلاين ديماند اناليسيس صح، ان انت تعمل ماركت ريسيرش صح. وبناء على الماركت ريسيرش ده تعرف الجابس في الماركت، واللي بناء عليها بتحدد الويب سايت انفورميشن اركتكتشرز بتاعتك. يعني بتفهم البرودكت بيجز بتاعتك تكون عامله ازاي، بتعرف ايه الكاتيجوري بيجز بتاعتك تكون عامله ازاي، والماركت موديلنج بتاعك عامه عشان يتارجت نوع البحث دي المفروض يكون شكله عامل ازاي. في اغلب المتاجر الكاتيجوري بيجز او الكاتيجوري بتاعت البرودكتس نفسها بتعتمد على الشورت تيل زي ما او المين كاتيجوري، وبعدين الكاتيجوري اللي بعده او السب كاتيجوري، وبعد كده السب كاتيجوري. يعني مثلا لو انت بتبيع مثلا راننج شوز، فانت عندك الكاتيجوري الاساسي راننج شوز، وبعد كده عندك مثلا راننج شوز فور فيميل او فور وومن، وبعد كده مثلا راننج شوز فور فيميل مثلا بيج سايز مثلا. فبيبقى عندك 3 لايرز في الغالب. ده طبعا مش بدماغنا، بيكون بناء على تحليل وموديلنج للديماند او للطلب في السوق. طب ليه نعمل استراكشر جيد للموقع؟ اول حاجه الاستراكشر ده بيسهل على جوجل والاي اي ان هم يفهموا الموقع بشكل كويس. تاني حاجه، لما تعمل باك لينك بيعمل لينك ايكويتي او بيوزع الباك لينك اوثوريتي بشكل كويس. وكذلك بيفهم البوتس ريليشن شيبس بين الصفحات وبعضها. وكذلك لما انت بتعمل لونج تيل ده بيسهل عليك الظهور فوق امازون، وبيخليك برضو كذلك تبين الكونتكست حوالين البرودكت بتاعك. تاني حاجه وهي الاهتمام بالتكنيكال اس يو فور اي كوميرس. الاي كوميرس له تفاصيل خاصه لازم تاخد بالك منها. يعني له برودكت سكيما معينه، له ليستنج لازم تكون بطريقه معينه، له مانجمنت للفلترز بطريقه معينه. حتى شكل الريبورت تاكس فايل، شكل السكيما، شكل السايت ماب، كلها بتتعمل بطريقه مختلفه. ففي اندكسيشن مانجمنت كده في التكنيكال اس يو للاي كوميرس ستور لازم تاخد بالك منه. وكذلك الاهتمام بالحاجات الجنرال الموجوده في اي موقع، زي اللي في بريك جرام موجود فيه كانونيكاليزيشن كويسه، موجود فيه يورال ستراكشر كويس، موجود فيها فولدرز وسب فولدرز في اليورال ستراكشر. طبعا في بعض السي ام اسز او الكونتنت مانجمنت سيستمز بتحط ليميتيشنز زي شوبيفاي وسله وزد، لكن بتحاول تعمل اكبر قدر ممكن من الاوبتمايزيشن او البيست براكتسز الممكن مع السي ام اس اللي تشتغل عليه. ثالث حاجه وهي استهداف رحله العميل الكامله بالكونتنت ماركتنج. اكبر غلطه بيقع فيها اصحاب الاي كوميرس ستورز ان هم بيركزوا فقط على البرودكتس والكاتيجوريز بتاعتهم، مش بيكمل الفانل كامله. يعني عايز يظهر بس مثلا لو هو بيبيع ايفونز مثلا يظهر لو حد عايز ايفون 15 مثلا. طب والعميل اللي لسه بيسال ايه افضل موبايل للتصوير، او ايه افضل موبايل لو حد بيدرس. طب لو عميل اللي عايز يقارن بين الايفون مثلا 15 والايفون 16 مثلا، لو المنافس بتاعك بيخدم الانتنس دي في الغالب هو بيبقى له اولويه عند العميل. زائد طبعا ان دي جو تو ماركت اسهل، فالمفروض ممكن تخش منه بحيث ان انت تقدر تتغلب على الامازون وبنون وغيرهم يعني. فطبعا هو له اهداف كتيره، ان هو بيوسع الفوت برانس بتاعت الكيوردز بتاعتك، بيخليك تظهر في اكتر من انتنت،
فانت خلاص دي الكاتيجوريز بتاعتك، هتفضل قاعد واقف؟ لا، المفروض تتوسع، فبتقدر تجيب انتنس جديده وتظهر على ريليفنت انتنس جديده. طبعا زي ما قلنا بيساعدك في الظهور فوق امازون، لان هم مش بيقدروا يتابعوا النقطه دي او مش بيقدروا يدخلوا فيها. كذلك بيسهل بالذات على الاي اي سيستمز ان هم يقيموا الصفحه والاكسبرتيز الناتجه عن التفاصيل دي، وده بيدي لك طبعا توبيكال اوثوريتي في المجال بتاعك. طبعا مش بكلمك انت تعمل مقال واحد، انما تعمل ما يعرف بالكونتنت كلاسترز حوالين البرودكت كاتيجوريز بتاعتك، منه ان هو بيعمل لك توبيكال اوثوريتي، ومن ان هو كمان بيسوق لك البرودكتس بتاعتك. يعني بمعنى اخر اهتم بكل الماركتنج فانل. التوب اوف ذا فانل تبني اويرنس ريليتد بالبرودكت كاتيجوريز والسيرفيس اللي انت بتقدمها. تاني حاجه الميدل اوف ذا فانل او الموفو، ان انت بتساعد العميل يختار انهي افضل في من المنتجات. ممكن تكون المنتجات بتاعتك، ممكن تكون مش بتاعتك، بس دايما طبعا بتريكومند المنتجات بتاعتك. البوتtom اوف ذا فانل اللي هي البرودكت كاتيجوريز والسنجل برودكت بيجز بتاعتك. فلازم تهتم بكل السايكل او بكل الفانل بتاعت العميل، مش بس فانل واحده بس اللي هي في الاخر، واللي بالمناسبه بيكون صعب ان انت تظهر فيها لو انت مش مظبط التو فانلز اللي في الاول. رابع حاجه الاهتمام بمتطلبات الاي اي سيرش زي الجي او والاي او انا بحب اسميهم الاي اي اس اي او. طبعا مش بنقول ان هم حاجه مستقله، وانما حاجه ليها تفاصيل مختلفه ده قليلا، وحاجه تم التاكيد على بعض التفاصيل فيها اللي كانت موجوده قبل كده، زي مثلا ان انت تعمل ستراكشر داتا كويسه، خاصه لو نستد ستراكشر داتا او نستد سكيما، يعني بتضم بقى البرودكت سكيما، بتضم الريفيو سكيما، طبعا لو عندك فاكس، لو عندك فيديوز وهكذا. كل الحاجات دي يكون ليها سكيما بحيث تسهل على الاي اي ان هو يفهم ويرانك الموقع بتاعك بشكل كويس. وده بيساعده في المرحله الثالثه اللي هي البيرسونال سيجنالز، زي ما كنا اتكلمنا في الفيديو بتاع ازاي تظهر في الاي اي سيرش. تاني حاجه الاهتمام بالبراند منشنز والسيتيشنز بتاعتك. الاي اي بيثق بشكل اكبر في كلام الناس، وبيفهم السياق بتاع المنتج بتاعك من كلام الناس او من كلام غيرك عنك. فممكن تخلي الناس تتكلم عنك بشكل كويس، سواء بقى انهم يكتبوا ريفيوز على الموقع بتاعك او خارج الموقع بتاعك، او تعمل مثلا شويه بي ار كامبينز وهكذا. بس اهم حاجه خلي فيه زي منشنز البراند خارج الموقع بتاعك، وحتى لو داخل الموقع بتاعك تكون ريفيوز حقيقيه من ناس حقيقيه دخلت واشترت. تالت حاجه برضو ممكن تركز على الاي اي سيرش، وهي السيمانتك كونتكست. انت يعني حاول بقدر الامكان تبين السياق بتاع الكلام بتاعك، بلاش حشو ملوش لازمه، بلاش كلام كتير، بلاش نفس الديسكربشن بتاع المصنع للبرودكتس، وانما حاول تبين اليوز كيسز للمنتج ده مناسب ليها، الفئه المستهدفه من المنتج ده، تبين تفاصيل وتجاوب على اسئله الناس بعمق. طبعا ممكن الماركت ريسيرش يساعدك في فهم نوايا البحث، وبالتالي تقدر تترجته بشكل كويس. يعني مثلا لو انت بتبيع مثلا قلايه هوائيه، ما تكتبش مثلا والله قلايه هوائيه ممتازه وخلاص، لا، او وصف مصنع، لا، اكتب مثلا والله قلايه هوائيه مناسبه لاربع افراد، لاسره اربع افراد، او اسره كبيره بس متاح معاها نتيجه مرتين مثلا على نفس الكميه، وهكذا يعني. او لو هي قلايه كبيره ممكن تقول والله قلايه كبيره مناسبه لست افراد او لناس بتحب تنجز مثلا في الوقت. يعني حاول تبين السياق وتبين الريليفنسي والتارجت بيرسونا بتاعت البرودكت ده. الحاجه برضو الرابعه المهمه للاي اي سيرش وهي الكونفرزيشنال كيوردز، وهنا تحاول بقدر الامكان تتارجت الطريقه اللي الناس بتتكلم بيها، او الناتشرال لانجويج بروسيس يعني ال NLP. وطبعا الاهتمام بالاي اي تي او الاكسبرتيز، اكسبيرينس، authoritiveness والtrustworthiness. وممكن ترجع للفيديو اللي اتكلمنا فيه عن موضوع ازاي تظهر في اي اي سيرش، ما موجود هناك كل التفاصيل المتعلقه بالامر ده. الامر الخامس المفروض تهتم بيه للظهور بمتجرك في الاي اي سيرش وفي الاس او، الاهتمام بصفحات المنتج، ان هو مش صفحه بتضم صوره وسعر ووصف بسيط، انما الاهتمام بالتفاصيل. يعني اهتمام بالديسكربشن ما يكونش منسوخ من المصنع، او الديسكربشن موجود في اي حته وتحطه وخلاص. حاول بقدر الامكان كل صفحه يكون لها وصف بسيط، بتستخدم ما يفهم، او ممكن حتى لو بتستخدم الاي اي تقول له استخدم البنفيت لانجوج، مش بس مجرد اللانجوج الطبيعيه. حاول تركز على اليوز كيسز زي ما اتكلمنا، حاول تركز على اليوزر جنريشن كونتنت او الريفيوز عليها، حاول يكون في سكيما مارك اب كامله زي ما اتكلمنا برضو. حاول تهتم بالتوافر، هل هو متوافر ولا لا، البريك كرامب، وطبعا الريليتد برودكتس والريليتد كاتيجوريز، بحيث في شبكه كامله بتخلي اليوزر ما يطلعش، حتى لو ما عجبوش البرودكت ده يلاقي فيه برودكتس ثانيه، لو ما عجبوش حتى الكاتيجوري ده ممكن يشوف برودكت ريليتد برودكت كاتيجوريز ثانيه. الامر اللي بعد كده هو انك تعرف ازاي تنافس الحيتان الكبار زي امازون ونون وجوميا، وتدخل من نقاط ضعفهم واللي هي بتكون في نفس الوقت نقاط قوتك. فزي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع ازاي تنافس امازون، فامازون قويه لانها كبيره، بس في نفس الوقت
الحجم الكبير ده هو نقطة ضعف كبيرة ممكن انت تقدر تستغلها لصفك. فمثلا بدل ما انت تكون مثلا بتاع لابتوبس، لا انت تكون بتاع نوع معين من اللابتوبس، مثلا اليوزد لابتوبس. يعني بدل ما تكون انت سوبر ماركت كبير، حاول بقدر الامكان تتخصص قدر المستطاع. يعني بدل ما تبقى بتاع اجهزة الكترونية عامة، ممكن تبقى بتاع لابتوبس مثلا، او بتاع اكسسوارات لابتوبس، او اكسسوارات اجهزة الكترونية. يعني حاول تتخصص في نيتش محدد قدر المستطاع، لان التخصص هو اللي بيميزك عن امازون وعن غيره، وبيخليك تطلع فوقهم. جوجل والاي اي بيكافئوا التخصص وبيهتموا بيه، بل وبيفضلوه عن اي حد تاني، سواء كان امازون او نون او غيره. طبعا في تفاصيل كتيره جدا اتكلمنا فيها في الفيديو بتاع ازاي تنافس امازون، فحاول تشوفها على القناه، فيها تفاصيل كتيره تقدر تنفذها وممتازه ان شاء الله تفيدك يعني. اذا الفريم ورك الكامل لو عايز تظهر بمتجرك في الاي اي سيرش وفي جوجل، الموضوع مش معقد، وانما هو فريم ورك واضح مكون من 5 محاور. اول محور ان انت تبني ستراكشر واضح وقوي بناء على الماركت ريسيرش وبناء على الديماند الموجود في السوق. تاني حاجه ان انت تهتم بالتكنيكال اس يو المخصص للاي كوميرس ستورز. طبعا لا تغفل باقي التكنيكال اس يو، لكن طبعا تدبل داون على التكنيكال اس يو في الاي كوميرس. تالت حاجة وهو وصف المنتجات والكاتيجوري بيج بشكل كويس وتهتم بيها بشكل كويس، وان انت تظهر اليونيك سيلينج بوينتس واليونيك بينيفيت في الديسكربشن، وتهتم باليوزر جنريتد كونتنت وهكذا. رابع محور وهو ان انت تعمل كونتنت ماركتنج حوالين البرودكتس والبرودكت كاتيجوريز اللي انت بتقدمها. خامس محور الاهتمام بالجي او والاي او والاي اي سيرش، وتحاول بقدر الامكان تعمل براند منشنز وسيمانتك كونتكست وسايتيشنز وكونفرزيشنال كيوردز، والاهتمام طبعا بالاي اي تي، وان انت تحاول بقدر الامكان تبقى متخصص، مش موقع بيبيع كل حاجه، تخصص قدر المستطاع. انا كده خلصت. عرفني رايك في التعليقات، هل متفق ولا مختلف، وهل عندك تجربه في الامر ده ولا لا. وخلينا نتناقش في مستقبل الاي كوميرس ستور جراف، وايه اللي ممكن نعمله للظهور بالاي كوميرس ستورز بتاعتنا. والى اللقاء اخر ان شاء الله في فيديو جديد. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.